في أفلام كده أول ما تتفرج عليها تحس إنك شفت حاجة من القلب، حاجة معمولة بحب، وفيلم ابن حميدو واحد من الأفلام دي، فيلم محدش بيختلف عليه، لا ناقد ولا متفرج، لا كبير ولا صغير، سواء أول مرة تشوفه أو حافظه من كتر الإعداد. الحدوتة بسيطة بس فيها ضحك وموقف تعلق في الذاكرة، من أول فتشني فتش بتاعت إسماعيل ياسين لحد أنا كلمتي ما تنزلش الأرض أبدا خلاص هتنزل المرة دي بتاعت عبد الفتاح الأسري، مرورا بزينات صدقي اللي طول الفيلم بتدور على عريس ومش سايبة حد في حاله، وإنسان الغاب طويل الناب اللي قالت عن ابن حميدو. المخرج العبقري فطين عبد الوهاب هو اللي قدر يحول سيناريو عباس كامل لفيلم نضيف وكوميديا راقية، جمع نجوم الناس بتحبهم زي إسماعيل ياسين اللي يضحكك من غير ما يحاول، هند رستم اللي كانت في قمة الجمال من غير نقطة ابتذال، أحمد رمزي الشقي حتى وهو ظابط، وتوفيق الدقن اللي فاجئنا بدور البازافنتي الكوميدي السمسار وهو نجح في الدور بكل سلاسة. والأجمل إن الفيلم اتصور في أماكن جديدة زي العين السخنة والسويس وده كان نقلة في شكل السينما. طب نيجي بقى للفلوس، الفيلم وقت عرضه سنة 1957 حقق نجاح كبير جدا واتعرض في سينمات كتير، واتباع وقتها حوالي 2 مليون تذكرة وده رقم ضخم جدا بالنسبة لعدد السكان وعدد السينمات وقتها. التكلفة الإنتاجية للفيلم كانت تقريبا 18,000 جنيه مصري، والإيرادات وصلت لأكتر من 300,000 جنيه، يعني الفيلم عمل أكتر من 16 ضعف تكلفته. الفيلم بيبدأ بعزيزة وحميدة بنات الرئيس حنفي وهما بيصطادوا على البحر، وبعد ما يرموا السمك ينزلوا البحر، وساعتها بيجي حسن وابن حميدو وبياخدوا سمكة من السمك، ولما البنات يطلعوا من المية بيكتشفوا إن في سمكة ناقصة، بيدوروا يلاقوها مع حسن وابن حميدو، بتقوم خناقة، ضرب وشتايم على خفيف. البنات بيروحوا يشتكوا لمامتهم اللي بتنادي على الرئيس حنفي، وأول ما يعرف يتعصب وبيروح بنفسه لحسن وابن حميدو وياخد منهم تمن السمكة. وهنا نعرف إن الاتنين دول صيادين جداد جايين من رشيد معهمش مركب، فيعرض عليهم حنفي يبيع لهم نورماندي تو، وبياخدهم يشوفوا المركب، وبعدين يروحوا للباز أفندي عشان يكتبوا العقد، وبنعرف إن الباز أفندي متفق مع الريس حنفي إنه يتجوز عزيزة. وبعد التوقيع بيروحوا بيت حنفي يشربوا شاي، وهناك حسن بيقول لهم إن هم هيدوروا على أوضة يسكنوا فيها، لكن أم حميدة بتعرض عليهم أوضة عندها بحري جنوبي شمالي قبلي يعني بتدخلها الشمس والقمر، وبيتفقوا يجوزوا ابن حميدو لحميدة وعزيزة للباز أفندي، وبينزلوا ينضفوا الأوضة مع البنات، وساعتها بنلاحظ إن حسن بدأ يعجب بعزيزة، وبعدها نلاقي الكل واقف على منصة عالية في مشهد احتفالي، وأم حميدة بتقول خطبة بالعربية الفصحى على طريقتها، وبتسلم المركب لحسن وابن حميدة، بس أول ما المركب تنزل البحر بتغرق فورا. بعد كده بيروحوا الكباريه والرقاصة بتاخد منديل من ابن حميدو وتوديه للباز أفندي اللي بيحط فيه حاجة ويديهولها تاني ترجعه لابن حميدو، وبعد شوية بيجي عسكري ياخد حسن وابن حميدو عشان معهمش بطايق، وفي القسم بنكتشف إن الباس حط لهم حشيش في المنديل، بيتحبسوا والبنات بيروحوا يزوروهم من الشباك، وبتبدأ شرارة الإعجاب تزيد بين حسن وعزيزة، وبيجي الشاويش ياخدهم من المأمور، وهنا نكتشف التويست إن حسن وابن حميدو ضباط في مهمة سرية، وبيطلبوا إن الباز هو اللي يضمنهم عشان الخطة تمشي زي ما هم راسمين. الباز بيجي يضمنهم فعلا وبيرجعوا بيت الرئيس حنفي، تدخل عليهم لاتانيا وتبلغ حنفي إن أصحابها جايين بكرة وعايزينه يحرسهم، بس المشكلة إن بكرة حنفي هيروح يخرج نورماندي 2 من البحر، فحنفي يبعت حسن وابن حميدو مكانه مع لاتانيا وأصحابها. بيروحوا معاها فعلا وبتتفاجئ إن محدش بيفتشهم في الطريق، وبيوصلوا للمكان بيستنوا صحاب تانية اللي اتأخروا بسبب التفتيش، بتعرفهم عليهم وبيبدأوا ينصبوا الخير. عزيزة وحميدة بيروحوا لهم والإعجاب بيكبر والبنات بيغيروا على حسن وابن حميدو. بالليل تانية بتخرج تتمشى لوحدها وحسن بيشك فيها وبيمشي وراها، وبتروح تقابل الباز ومعاها واحد أجنبي، وبنتفاجئ إن في صفقة مخدرات هتحصل يوم الخميس الساعة 4 في بطن الزير. حسن بيرجع قبلها لكن صحابها بيشكوا فيه لما يعرفوا إنه كان ماشي وراها فيقرروا يحرصوا منهم. تاني يوم لاتانيا وصاحبتها بيصحوا حسن وابن حميدو عشان ينزلوا البحر، بيدخلوا يلبسوا المايوهات وبينزلوا، فبيدخل صحاب لاتانيا يفتشوا في هدومهم ويكتشفوا إنهم بوليس. في الوقت ده بيت الرئيس حنفي بيجهز لفرح عزيزة والباز وحميدة وابن حميدو، بس عزيزة حزينة ومش طايقة تشوف الباز. نرجع لحسن وابن حميدو اللي بيجهزوا البضاعة مع العصابة، بيركبوا العربية ويوصلوا لنقطة التفتيش، لكن الضابط بيلاقي كمون بدل المخدرات. حسن وابن حميدو بيروحوا يبلغوا المأمور إنهم عرفوا ميعاد التسليم لكن لسه مش عارفين المكان، وبيرجعوا المكان اللي كانوا فيه بس مش بيلاقوا حد، وبيكتشفوا إن بطن الزير هو البحر، وبيبصوا يلاقوا فعلا العصابة بتطلع البضاعة من المية، بيهجموا عليهم وبتبدأ المعركة، والبوليس بيوصل في الوقت المناسب وبيقبضوا على العصابة. وفي المشهد الأخير البوليس بيجي لبيت الرئيس حنفي ويقبضوا على الباس، وفي الآخر حسن بيتجوز عزيزة وابن حميدو بيتجوز حميدة. يلا بينا نشوف أخطاء الفيلم. المركب اللي عزيزة وحميدة بيصطادوا بيها لا فيها سنارة ولا شبكة ولا حتى فتل، أمال بيصطادوا بإيه؟ تقريبا بيصطادوا بالنية الصافية.
السمك اللي هم لسه صايدينه المفروض ان هو لسه طالع من البحر، يعني لسه طازه، هو ما بيتحركش ليه؟ هي هدومهم ليه مش مبلوله؟ هما طالعين من البحر ولا من الدراي كلين؟ ابن حميدو تقريبا بيشوي السمك على الشمس، اصلا مفيش نار ولا حتى دخان. لما راحوا يشربوا الشاي عند الريس حنفي، عزيزة دخلت عملت الشاي وجابته. الشاي المفروض لسه بيغلي. حسن شربه بسرعة ازاي كده؟ ده شاي ولا عصير كركديه؟ طبعا هنا الوعي الأسري في أجازة، المعلم حنفي ومراته سايبين بناتهم مع اتنين أغراب كأنهم سايبينهم مع خالتهم. ده مش بيت صياد، ده بيت سوشيال كلاب. المشهد ده يدرس في فيزياء الفشل البحري. المركب أول ما نزلت المية غرقت على طول، تحس إنها كانت بتجرب الغطس. الريس حنفي كان نايم وضميره صحي فجأة. الحمد لله على السلامة يا ريس. المشهد ده بقى لو اتعرض في كورس كيف لا تكون ضابط هياخد الدرجة النهائية. الرقاصة خدت من ابن حميد المنديل كان مفروض، والباس حط فيه الحشيش وربطه، والرقاصة رجعته لابن حميد ومربوط. ازاي ما أخدش باله؟ وبعدين ايه اللي وداهم الكباريه؟ المفروض ان هما في مهمة سرية. لما بيدخلوا الحجز الشاويش عطية بيقول لابن حميدو والله وقعت يا واد. هو يعرفه منين؟ تقريبا الشاويش عطية عامل سبسكرايب في قناة ابن حميدو. طبعا هنا هما في الحجز، وعزيزة بتكلم حسن من الشباك كأنه شباك أوتيل. ده درايف ثرو مش شباك حجز. السمك ده شكله بيصطادوا من الفريزر مش من البحر. ضباط بورق اي 4؟ دي عملية سرية ولا بحث مدرسي؟ مش المفروض يكون معاهم كارنيهات؟ هما من أول فيلم مش معاهم عربية، جابوا العربية دي منين؟ هما عشان في مهمة سرية لازم يكون معاهم عربية سرية؟ وبعدين النهاية كانت سريعة جدا في آخر الفيلم، ضربوا الأشرار وقبضوا على العصابة، اتحفظوا على المخدرات، وحسن اتجوز عزيزة، وحميدة اتجوزت ابن حميدو. ورغم الأخطاء البسيطة دي، ورغم إن السمك ميت والشاي ساقع والمركب بتغرق من أول دقيقة، ابن حميدو هيفضل واحد من أجمل كلاسيكيات السينما المصرية. التمثيل، الحوار، خفة الدم، وأجواء الزمن الجميل كلها خلت الفيلم يعيش معانا لحد النهاردة، ونقعد نعيده ونضحك عليه وكأننا أول مرة نشوفه. هو ده سحر الأبيض والأسود، حتى لما نكتشف غلطاته بنحبها أكتر. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتقولوا لي في الكومنتات ايه اكتر افيه فاكرينه من الفيلم، واستنوني في سينما ميرا وحلقة جاية مع فيلم تاني وذكريات احلى. سلام يا عشاق الابيض والاسود.